السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي المتابعين، نسعد اليوم لكم قصة بعنوان افعل الخير تجده. هذا طبيب شاب كان يعمل في الطوارئ وقت حدوث هذه الحادثة وهذا الأمر. دخل فجأة عليه امرأة كبيرة بالسن متعبة جدا وبصحبتها شاب يساعدها. أجلس هذه المرأة، قال: ما بك متعبة؟ قالت: أنا أعاني من السكر وارتفاع في الضغط وأتى بهذا الشاب إلى المستشفى. لا تحملي هم، إن شاء الله سيكون الأمر على خير ما يرام. طمأنها لتهدى قليلا. بعد أن أجرى عليها كشوفات قال: أنت الآن محتاجة ضروري إلى الأنسولين، وللأسف غير متواجد في المستشفى. نهض الشاب فجأة قال: سأحضر لنا الأنسولين من الصيدلية. قبل أن يخرج رن تلفون الشاب إذا كان بصحبة المرأة، فخرج الشاب خارج ليرد على الاتصال. وبعد إجراءه الاتصال أو بعد أن رد على الاتصال دخل عليهم وهو عيناه تفيض من الدموع. كان حزينا جدا. هذا قبل أن يطلب الطبيب الأنسولين. خرج بعد ذلك يجلب الأنسولين لهذه المرأة رفضت، قالت: يا ابني لا تذهب، الجو بارد، أنت يكفي أنك أتيت بي إلى هنا وتعبت نفسك. قال: لا لابد أن أحضره. قال الطبيب: هذا ابنك يا سيدة، طبيعي جدا يقوم بخدمتك. قالت: ليس ابني، ليس ابني. قال الطبيب: ماذا؟ نعم ليس ابني، أنا كنت متعبة فخرجت وقررت أن أوفر قيمة المواصلات وأدخرها، فرآني هذا الشاب أتى بي إلى هنا، والآن يقوم بشراء العلاج لي وهو لا يعرفني. تعجب الطبيب جدا من أمر هذا الشاب وفعله الحسن. بعد ذلك أتى الشاب بالأنسولين ورن تلفونه مرة أخرى. خرج الشاب ورد على الاتصال، دخل عليهم هذه المرة وهو